السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. بدأنا هنا معاكم. خلاص بقى احنا كنا مسحين الحيطان والأرضيات وتحت الكنب والفرش. انا هنا لبست الفرش كله وبكنس بقى بالمكنسة، يعني ما جبتش الفرش معاكم عشان لبسنا بقى كده، كان في بعدش سوستة مقطوعة خيطتها وخلصنا بقى الفرش كله. هنمسح بقى دي تسريحة، التسريحة بتاع اوضه الاطفال ملهاش مكان جوه، فانا حطها هنا بقى، حاطه فيها شويه حاجات كده ملهمش مكان في المطبخ، يعني زي نيش كده. فهمسح بقى الادراج بتاعتها، شلت بقى الكتب اللي كانت فيها كلها دي حطيتها في المكتب، وهمسح الدرج كويس، وهنحط بقى حاجات تانية فيه. زي ما قلت لكم هنمسح الادراج كلها وننظمها، وبرده فيه تراب من جواه كده. والدرج التاني برضو فيه العدة بقى بتاعتهم، مسامير بقى وشواكيش ومش عارفة ايه، اي حاجة يعني بيتصلحوا فيها حطها لهم هنا. خلاص كده بقى هنفرشهم وهنرصهم تاني من اول وجديد، وشلنا التراب اللي فيهم، والتراب من جوه كده فيه على الاحرف دي تراب. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، نعمل الادراج كلها واي تراب نشيله من عليها. عايزه اقول لكم الشقه نورت والنظافه باينه عليها، ونقضي العيد بقى كده واحنا فايقين. انا عامله كده من قبلها بكام يوم، يعني بقى عشان يا جماعه الايام اللي جايه دي بقى نتفرغ كده للعباده، واللي هيصوم بقى يوم الوقفه او اللي صوم قبلها بيومين زي ما انتوا حابين. فلازم بقى نتفرغ كده من قبلها بشويه كبيره كده ونخلص كل اللي ورانا. زي ما قلت لكم انا حاطه بقى شويه حاجات كده فايضين معايا في المطبخ، يعني ما بحبش اكركب المطبخ، انا حطاهم هنا لما بعوز حاجه باخدهم. شايفين بقى التراب اللي هو تحتهم ناعم ازاي؟ مسحت بقى كل ده ورجعت كل حاجه بقى زي ما كانها على نظافه، ورصيتهم من اول وجديد رصه حلوه كده. وبرضو عرفت مكان كل حاجه، وعرفت برضو انا عندي ايه. في حاجات بنحطها يا جماعه وبننسى ان احنا حطيناها، فعشان نعرف بقى ان هي عندنا بنفضيها كده ونرص بقى واحدة واحدة كده. وكمان بننضفهم لو فيهم اي تراب ننضفهم. خلاص يا جماعة خلص الجزامة لا دي تسريحة. وهروح بقى على الجزامة، هفضيها برضو كلها كده، وهمسح تحتها طبعا الشوزات كده، وبتبقى عاملة تحتها رمل، رمل ناعم كده. هنا بقى حاطين الكبات بتاعتهم وشرابات فتحي، بس كل واحد في حاطين في كل درج. بوريكم هنا يا جماعة لقيت ريلة سعودي. انا كنا يعني حاطين، كان فتحي واخدهم مني وحطهم في الدرج، فقال لي هاتيهم بقى عينهم في حتة تانية. خلاص كده هرصهم، وهفضي بقى الشوزات دي كلها ونمسح تحتها وارصها تاني برضو من اول وجديد. وكان فيها بعدشي واحد كده مش نظيف، حطيتهم في الرف اللي فوق خالص عشان ابقى انضفهم. خلاص كده يا جماعه لازم كل حاجه زي ما قلت لكم، ما خليتش ولا حته في الريسبشن الا ما عملتها. يوم بعد يوم عادي، وفي اي وقت يعني اما نتعب خلاص نرص اللي في ايدينا ونخلص على كده، وتاني يوم نكمل. عايزه اقول لكم بتبقى يعني مفيش بعد كده نظافه. تحت الجزامه برضو كان في رمل كده، والحته دي كلها عملتها بالمكنسه، بشفط اي حاجه عشان لما اكب ميه ما تعجنش معايا ولا تعملش اي طينه. وبرضو هنا عمر طلع فكلي بقى الستاره. يعني انا عمر بقى متبرع بالحاجات دي، ويفك لي الستاره، يفك لي المسامير اللي فيها، يزق معايا. ربنا يخليكم لكم يا رب. وشكرا للكلام الجميل اللي بعتهولي على الفيديو اللي فات. ربنا يخليكم ليا يا رب، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. خلاص كده أنا تاخرت بقى التسريحة دي والجزامة في النص كده في الحتة اللي احنا منضفينها المرة اللي فاتت يعني. وعمر خد الستارة بقى هيفك المسامير اللي فيها ونحطها في الغسالة. زي ما قلت لكم ده كورولوكس ألوان على اريال او اوكسي اوتوماتيك. الاريال لو هتحطي اريال نحط اريال من العادي يا جماعه، اريال اكياس كده صغيره. انا ما بجيبوش اصلا لانه مقاطعه، فبجيب الاكياس العاديه دي، كيس كده ب10 جنيه. بتبقى ريحته جميله قوي يا جماعه بصراحه، فبتبقى حلوه قوي في الحيطان.
وكمان بتنضف الحيطان قوي، عايزه اقول لكم، ومخليه الحيطان مفيش بعد كده. هنا برضو بحك قوي في الحته دي لانها تحت الكوبس بتاع النور كده، وجنبه زي ما قلت لكم المقشه بتنطر ميتها على طول، بحطها في الحته الفاضيه من غير كهرباء، بحك فيها وبرجع احك جنب الكهرباء عادي، المقشه مبيبقاش فيها ميه يا جماعه. ويعني برش ميه بقى كده على الحيطان، نكب ميه كده على قد ما نقدر. خلاص كده انا مش هعمل بالفتاله هنا، مش همسح. المره اللي فاتت كنت بشد على طول بالفتاله، لا المره دي هشد بالمساحه على جنب الحيطه كده، لان هيروح كله على باب الحمام. ال- السيراميك هنا بيودي على الحمام، ما دخلش على الريسبشن خالص. على طول المية داخلة بشدها بقى بالمساحة من جنب الحيطة كده، عشان ما يعني خلاص بقى مش هشد بالفتالة زي امبارح. كان الفرش كله محطوط هنا في الحتة اللي انا بعملها دي، فكنت بشد بمسح على طول بالمية بالفتالة. خلاص كده بقى الفوطة بتاعتنا الجميلة دي يعني زي الميكرو فايبر كده، انا قلت لكم دي كانت بتاع دي دفاية وانا قطعاها، هي زي الفوطة اللي انا بمسح بيها يا جماعة، ناعمة كده بتشرب المية على طول. وعايزه اقول لكم هي لونها فاتح كده، بعرف ان كانت اتوسخت بشطفها وبمسح بيها تاني، مخليه الحيطان جميله. وكمان يعني ما نرشش ميه ونسيبها عشان الحيطان ما تبقعش ميه يعني. لما بتمسحي تاني بالفوطه دي بعد الدعيق بحسها بتنضف وبتشيل اي حاجه في الحيطان. وفي يا جماعه بيبقى يعني غبار كده زي ما قلت لكم امبارح، او اي حشره ميته او اي حاجه ماسكه في الحيطه، ده كله الميه بتنزله والمقشه. عايزه اقول لكم الحيطان نورت والشقه بقت تحفه. جربوا يعني التنظيفه دي، مش هتندموا عليها وهتدعوا لي ان شاء الله. عايزه اقول لكم الوزره بتنضف قوي، والميه لما بتنزل كده على الحيطه وفي الارضيه بتطلع حاجات زي ما قلت لكم امبارح ما كناش بنشوفها خالص. خلاص كده خلصت بقى الحيطه دي، وهعمل برضو الحيطه اللي بتودي على باب الحمام دي اللي كانت الميه ماشيه من جنبها. بس كده دي ومن فوق بقى البيبان ومن فوق باب الحمام. ما فيش اي حاجه تاني يا جماعه، عملت كل الريسبشن. وطبعا كنا عاملين المطبخ مع بعض، اللي ما شافش الفيديو يشوفه، فيديو المطبخ جميل وفيه افكار جميله جدا. خلاص كده بقى اخلص والم الميه وهمسح بالفتاله، وهرجع الجزامه والتسريحه دي مكانها، وهكون غسلت بقى المفارش هحطها على التسريحه. عايزه اقول لكم التسريحه نورت والنظافه باينه عليها، واي تراب اتشال منها. الحاجه يا جماعه لما بننضفها عايزه اقول لكم بتتغير خالص، والنظافه بتبان عليها بجد وبتبقى تحفه. ما ننساش يا جماعة نصلي على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونكتر منها قوي الصلاة على سيدنا النبي محمد الأيام دي. ويا رب تعودوا لها بخير يا رب، ويبقى عيد سعيد علينا كلنا إن شاء الله. خلاص كده ما ننساش اللايك للقناة ومشاركة على الفيديو، وتكتبوا لي كومنت حلو زي اللي بتكتبوه لي كده، كلامكم جميل بصراحة. يا رب يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم أبدا. أنا خلاص اتعودت عليكم، ولما عايزه اقول لكم لما بغيب عليكم كام يوم كده ما ببقاش في مودي خالص، وببقى عايزه على طول اسجل لكم واتكلم معاكم. يا رب يخليكم ليا يا رب. خلاص كده يا جماعه خلصت بقى، شايفين الحيطان، وشلنا الستاره بقى هنا هنغسلها، وبنشف بقى هنا بالششوبه، ما خليتش ذره ميه في الارض. الارض بقت زي ما انتم شايفين كده. وهنعمل بقى الحيطه دي، انا خلصت الغيط هنا وخلاص بقى دعكتها انا كده بالفرشه معاكم، وهمسحها بقى بالفوطه بتاعتنا دي، وهجيب بقى من فوق الابواب. والعايزه اقول لكم الوزره اللي فوق دي بتبقى شايله تراب بعملها، عايزه اقول لكم بتنضف خالص وبتبقى جميله. وفوق الكباس دي كلها، فوق الكباس الكهرباء مكان ايد الاطفال بقى كده حتت سمرة كده، لما اندعكت فرقت معاها خالص. والابواب برضو مشيت عليها بالفوطه كده. لا النظافه مفيش بعد كده يا جماعه، عايزه اقول لكم. خلاص كده هدخل الميه بقى كلها الحمام، وهنشف بالفتاله عشان هتنشف على طول، الجو حر. وهرجع بقى الجزامه وهرجع التسريحه، وهنعمل بقى الغدا مع بعض يا جماعه. بعد ما خلصنا اليوم ده ارتحت بقى كده وشربنا كوبايه شاي براحتنا، وبعدين قمنا عملنا الغدا. زي ما قلت لكم انه عملت نص الريسبشن
الفيديو اللي فات ونصه الفيديو ده، ما عملتوش كله يوم واحد يا جماعة. ده في يوم وده في يوم. وقمنا بقى عملنا الغدا بتاعنا. عايزة اقول لكم عاملين بانيه. التتبيلة جميلة هتعجبكم. غسلت المفارش دي يا جماعة كلها، وغسلت البتاع الخضرة دي، حطيت لهم بقى الفرش بتاعتهم والمية اللي بيبخوا عليها شعرهم، والمعطر لما ببخ الشقة كده في الاخر. خلاص كده يا جماعة هفرش بقى الحافظة. الحافظة دي انا جايباها من اول ما طلعوا خالص. نوعها جميل جدا. جامدة كده معايا بغسلها. عايزة اقول لكم هي بيضة بس بتنضف على طول. اول ما بشطفها بتنضف زي ما انتم شايفين كده. بقالها مدة معايا يا جماعة، وشايفين نظافتها منورة ازاي. ما فيهاش اي بقعة ولا اي حاجة. اول ما بغسلها حبة اريال كده بتنور ازاي، وبتبقى جميلة جدا. بحط بقى الكنبة فوقها كده عشان ما تتحركش، وبرضو تدي منظر حلو. وما يعني الاطفال ما بيبطلوش هرس كده، ما تمشيش معايا ولا اي حاجة، وهي بتتحركش اصلا من على السيراميك. نوعها جميل جدا. هنا بوريكم بقى هنا يا جماعة جمال الكنب، وغسلت الشلت والمفرش ورجعت كل حاجة مكانها. والفازات بقى اللي على المكتب دي هغسلهم بقى واشيلهم وهرصهم مكانهم. ودي الطرقة يا جماعة. عايزة اقول لكم مفيش احلى من كده نظافة. الشقة اتغيرت خالص. قوموا بقى تشجعوا كده معايا واعملوها كلها. خلاص كده بقى عمر نزل جاب لي بانيه، وجاب لي مكرونه سباكيتي. هنعمل مع بعض بانيه ومكرونه سباكيتي، وجاب لي بيض، وجاب لي فيجيتار. انا ما بحبوش يا جماعه الا بالفيجيتار. انا جربت جميع الفيجيتار اللي السايب والبقسماط. وعملت انا بقسماط اصلا على ايدي. كنت بجيب فينو اصلا ايام المدارس، وكان بيفوت مني. فكنت بنشفه واطحنه واحط عليه توابل عندي اصلا منه في التلاجة. عايزه اقول لكم ما حبيتش اي حاجه. ما وولادي كمان ما بيحبوش اي حاجه على البانيه الا الفيجيتار. اللي بيحبه زي كده يقول لي. غسلته هنا شطفته مرتين، وعصرت عليه ليمونتين كبار، وهحط عليه ملح وجنزبيل. عايزه اقول لكم اول ما حطيت عليه الخلطه شايفين لونه اتغير ازاي. وعايزه اقول لكم ما بقاش فيه اي زفاره، ونقعته شويه. وهنا بقى هحط هنا دول بصلتين هفلقهم كده عليهم، بصلتين صغيرين شرايح كبيره كده. ودي ليمونه برضو هعصرها عليه. مش هحط ملح تاني يا جماعه، لان الفيجيتار بيبقى عليه ملح. وهنا بقى هتبله، وهحط كمون، وهحط فلفل، وهحط بابريكا، وهحط كزبره، اي التوابل اللي عندكم، وبصل بودر وتوم بودر، وده كركم. وهحط كاري برضو اصفر هيديله لون جميل. التوابل دي كلها يا جماعه دعكتها كويس قوي بالبصله بس، وعملت على طول. مش لازم خالص تسيبيه شويه. لما تدعك الحاجات دي كلها ببعضها وبتحط البيضه، ممكن تسيبيه تاني في التلاجة. بس عايزه اقول لكم يعني مش محتاج والله. انا بعمله على طول. بيبقى خطير وطعمه جميل جدا. وما حطيتش هنا ملح يا جماعه، لان الفيجيتار بيبقى معاه ملح، وساعات لما بتعملي بيحدق. ناخد بالنا من الخطوة دي، لان ساعات بعمله وبنسى وبحط ملح بيحدق منه. مسكت بقى بايديا كده كل حتة وقلبتها كويس جدا. وبعدين بقى حطيت الزيت وطيت عليه براحته، وحطيت المية وعملت الطماطم براحتي، وبعدين حمرت. يعني مش لازم نركنه خالص بالساعات في التلاجة. ممكن بقى فعلا زي بالخلطة بالتتبيلة دي، ونحطه في الفريزر. مش هيجرى له اي حاجه. وبالبصل بكل حاجه. ممكن ما تحطيش البيض وتحطيه في الفريزر، وتبقي تطلعيه فك وتقلبي عليه البيضتين وتعمليه. خلاص كده انا حطيت معلقتين سمنه قدحوا، وحطيت هنا الطماطم، وحطيت ميه للمكرونه. هحط بقى ملح، وحطيت رشه سكر، واحط كمون. بس انا ما بحطش اكتر من كده في صلصه المكرونه. ما بحطش بصل ولا توم ولا اي حاجه. معلقه السمنه بتقدح، وبحط بقى الطماطم وخلاص. خلاص كده حطيت بقى الفيجيتار حار وبارد. هحط بقى اشيل بالمستكه كده، ما بشيلش بايديا. دي اهم خطوه في القليه يا جماعه، عشان البانيه يعني ما يتوسخش معايا كده. بيبقى في شايل حتت كده بايديكي بتنزل. يعني ما بتعملي بايديكي البانيه بيكلكع معاكي وبتوسخ معاكي بسرعه، وما بتعرفيش تقلي، وبتدهوري قوي في الفيجيتار. عايزه اقول لكم يعني عملت بالمعلقه كده، وبشيل بالمساكه.
الفيجيتار فضل معايا لاخر حتة، وهو زي ما هو نضيف زي ما هو. وعلى حسب بقى ما انت هتعملي، تجيبي فيجيتار نص كيلو كيلو. خد معايا يعني ب30 جنيه فيجيتار الكيلو. فهي بقى يا جماعة هو ممكن يكون غالي شوية على بعض الناس، بس لا بيبقى تحفة. يعني لو هدام نعمله صح. انا ما بعملوش كتير بصراحة، بس لما بعمله لهم صح علشان هم بيحبوش الا كده. خلاص كده بقى نحمره. واهم حاجة يا جماعة نحط في الزيت ونسيبه ينشف، عشان بيبقاش شارب زيت، وبيبقى تحفة قوي معاكي. يعني اول ما بيشد معايا كده بقلبه وبسيبه ما ينشف خالص، وبعدين بشيله من الزيت، ما بيبقاش فيه زيت وبيبقى جميل جدا. وبطلعه تاني على مناديل، ولما يصفي وبشيله تاني على الطبق بقى اللي هغرف فيه، بحط تحته مناديل وبسيبه تاني. يعني بصفيه الاول، اول ما بيطلع من الزيت بطلعه على مناديل، وبعدين انقله تاني على منديل بقى، بحطه كله على بعضه. وهوريكم تاني في اخر الفيديو يعني. حطيت هنا بقى المكرونه تتسلق، حطيت معاها ملح وزيت، وسبتها بقى تتسلق. كسرتها كده، اللي بيحبهاش متكسره مفيش مشكله. وزي ما انتم شايفين بقى البانيه كان خطير. عايزه اقول لكم جربوه بالطريقه دي، تحفه وهتعجبكم ويعجبكم جدا. شايفين بقى ناشف ازاي معايا، وطالع مش شارب زيت خالص، والزيت زي ما شلناه بصراحه. يعني بعد ما راق كده صفيه واعملي بيه تاني بانيه. شايفين يا جماعه بعد ما سيبوه ينشف كده، ما تشيلهوش وهو شارب زيت وطري، لا بينشف خالص معايا وبيبقى لونه عامل ازاي. ده يعتبر كان قربت اخلص كمان تحمير. شايفين الزيت معايا والبانيه عامل ازاي، ما فيش حاجه غمقت ولا اي حاجه. وبعمل كده بالمعلقه، ما المهم ما تحطيش ايدك خالص وانتي بتعملي الفيجيتار، على طول كده بالمعلقه، وبشيل بالمساكه. والبيض ممكن تحطي حبه لبن صغيرين على البانيه وهو متبل كده بالبيض. ما كانش عندي بصراحة، مش مشكلة خالص، ما حطيتش بيض ولا اي حاجة، لبن ولا اي حاجة. وبوريكم هنا ناشف ازاي. بصفي هنا على الطبق ده بالمناديل، مكترة المناديل، وحطيت منديل واحد وبرص عليه. بوريكم هنا بقى المكرونة بعد ما اتسلقت. دي اهم خطوة يا جماعة. معلقتين سمنة صغيرين، وبدعك اول مكرونة. عايزة اقول لكم عمرها ما بتمسك في بعضها ولا بتعجن ولا يجرى لها اي حاجة. لو سبتيها كده جنبك بعد ما سلقتيها يجي اكتر من ساعة، عمرها ما يجرى لها اي حاجة. ونازله عامله ازاي، انا سبتها شويه قبل ما الطماطم اتسبكت، وخلصت البانيه. وهنا بقى هقلب كويس المكرونه، وهظبط ملحها. ودي اهم خطوه برضو يا جماعه للمكرونه. هنوطي عليها النار خالص واسيبها شويه، يعني سيبيها بتاع 3 دقايق بالظبط. عايزه اقول لكم طعم المكرونه هيختلف، ولونها وشكلها. شايفين يا جماعه كل ما بتقلبي بتبقى جوسي كده، وحمرها بيبقى جميل. عايزه اقول لكم المكرونه كانت خطيره، والبانيه يعني مش عايزه اقول لكم يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون الاكل عجبكم. المكرونه كانت جميله بصراحه، والبانيه بالتتبيله دي. وعايزه اقول لكم مش لازم تسيبوه ولا اي حاجه. وهنا المخلل يا جماعه اللي احنا كنا مخلينه مع بعض. طبعا انا كمني اتاخرت شويه في الفيديوهات، ما وريتهوش لكم. وكمان في معلومه كنت عايزه اقولها لكم. انا تاني يوم على طول لقيته استوى زي ما انتم شايفين كده. شايفين جماله. حطيته على طول في التلاجة علشان ما يبوظش يا جماعه، الجو حر قوي. شايفين استوى ازاي وبقى كان جميل. فلازم يدخل التلاجة عشان ما يجرالوش اي حاجه معاكم. يعني تاني يوم على طول ما بتخليه حطيه في التلاجة يبقى احلى. شايفين البانيه يا جماعه لاخر حته، وهو اللي على الوش ده اخر حته، يعني تحت افتح من كده واجمل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وعملنا سلطه خضراء والمكرونه الاسباجيتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك والصلاه على سيدنا النبي محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.